عليكم ورحمة الله وبركاته. بعد انتهاء خروج المغرب من كأس العالم، مش عايزين نبغض حق لكل اللعيبة. اللعيبة كانت مجهدة بطريقة لا يتخيلها أحد. طبعا مع كمية الإصابات اللي كانت موجودة مع المنتخب، عايزين ندي لكل اللعيبة اللي ظهرت في المنتخب المغربي وكانت مفاجأة للناس. أنا من الناس اللي عجبتني مثلا اللاعب رقم 8 عز الدين قناحي، لعيب ما شاء الله عليه، يا رب ما شاء الله عليه، لعيب ممتاز جدا. وكل اللعيبة أدت اللي عليها، وإن شاء الله دي يعني بيقولوا إيه، بداية النهاية. إن شاء الله كأس العالم 2026 بإذن الله يا رب. خلاص إحنا سقف طموحنا عالي للبطولة إن شاء الله، واعتقد ان كل الناس غيرت ارائها عن الكرة العربية عامة. والنهارده المغرب رابع فريق في العالم، دي حاجة تشرف، مصنف رقم 4 على العالم. ده حاجة فخر. انت النهارده لما اي فرقة تيجي تلعب قدامك هتيجي تقول لك المغرب ده هيتكلم بالتصنيف. المغرب النهارده بقت رقم 4 على العالم اذا شئت او ابيت يعني. فان شاء الله كاس عالم 2026 هنكون باذن الله، مش تبقى المغرب لوحدها باذن الله يا رب، تبقى المغرب وتونس ومصر والسعوديه وكل الدول العربيه ان شاء الله نشوفها بقى. مش كان ايام طموحنا لحد دور المجموعات، دلوقتي خلاص بقى ما بقاش في دوري مجموعات باذن الله للعرب. ان شاء الله كل العرب باذن الله على كاس العالم الجاي ان شاء الله هنبقى كلنا معديين دور المجموعات. بس عندي حاجه مهمه عايز اقولها، ان اللعيب لازم يحافظ على مستواه. بدي عايز ادي شكر للكابتن منتخب المغرب وليد الركراكي، وعايز اشكر حكيم زياش، كان تعبان جدا النهارده، كان التعب النهارده الارهاق باين عليه جدا جدا بس هم لعبوا كويس، بس قدوا شرفونا وقدوا ما عليهم يعني. اخر حاجه اقولها عشان انا اخلص بس كلمتي الاول، انا اخلص كلمتي الاول بس. مبروك للمغرب كاس عالم الانديه، ان شاء الله يبقى في المغرب ان شاء الله، الوداد والهلال والاهلي المصري باذن الله، وان شاء الله يشرفونا في كاس العالم للانديه. والف مبروك للمغرب على التنظيم، وحندي ان شاء الله للمصري علقه، وده اقل حاجه المغرب يستحقها يعني. انا بنسال ابراهيم، ايه رايك في المنتخب المغربي؟ مش في الماتش اليوم بصفه عامه، المنتخب المغربي رايك فيه بصراحه؟ المنتخب المغربي شرف العرب والمسلمين كلهم على وجه العموم، ده رقم واحد. رقم اثنين، نرجع برضك في نقول اللي هي اهم حاجه، مفيش افضل مدرب للمنتخب غير انه يكون مدرب وطني. مدرب اجنبي للمنتخب، اعتقد ان هي دي بتكون حاجه خطا 100%. وتحياتنا للمغرب وتحياتنا للشعب المغربي، والف مبروك. ومعلش، واحنا وصلنا احنا كنا نتمنى، طموحنا كان علا شويه، ان احنا كنا نفسنا نكون الاول والثاني والثالث، بس احنا الحمد لله حققنا الرابع. برضك دي حاجه انجاز كبير نقول عليها الحمد لله. والف مبروك للمنتخب المغربي وللشعب المغربي وللعرب كلهم عامه. بس حاجه تشرف يعني، حاجه تشرف العرب والمسلمين كلهم على وجه الارض. على فكره الواد الاخ ابراهيم مصري ومحمد جزائري مصري كمان جزائري. احنا النهارده كان الكل النهارده في عامه العموم يعني العرب كلهم النهارده كانوا مغاربه. العرب كلهم كانوا مغاربه، ما كانش في حاجه لا مصري ولا تونسي ولا سوداني ولا سعودي ولا قطر، كنا النهارده مغاربه. الناس كلها بغض النظر على فئه قليله يعني بحال يقول لك في المغرب نسيت تماما عن 2018. هو على العموم بصفه عامه المغرب شرف طبعا يعني بغض النظر ان في فئات من الشعوب، مش الدول، مش الشعوب كلها، مش في فئات
مش ما بتحبش المغرب وما بتحبش تشجعه. لا هذول مرضى، مش هنقدر نقول كلمه واحده. هم مش الشعب كله. مرضى بس يعني. فشفت ناس بتقول لك انا بشجع فرنسا احسن، اشجع كده احسن، اشجع كده احسن. يا صاحبي لا احنا شويه خيره. لا احنا نكفي عن بص. لا بص شوف البرلمان التركي عمل ايه عشان خاطر المنتخب المغربي. دي حاجه في حد ذاتها ما حصلش في اي دوله عربيه ثانيه. البرلمان التركي ذات نفسه وقف اجلالا تقريبا وحيوا الشعب المغربي والمنتخب المغربي على فوزهم اللي هم وصلوا له والكلام من ده كله. فاعتقد ان احنا كلنا نقدر نقول حاجه شرفتنا كلنا، حاجه شرفت كل العرب والمسلمين. وتحيه تحيه تحيه كبيره للمدرب الجميل اللي هو عمل انجاز كبير ان هو يكون ماسك المنتخب ما بقالوش زي بتاع من فتره قياسيه ويخش على طول على المونديال ويوصل للمرحله ديت. اعتقد ان دي حاجه بتقول ان دايما المدرب الوطني بص هو العمليه كلها مكمله مع بعضها، ولكن المدرب كان واخد الكل تحت باطه كاخوه كاب كاولاد وككل حاجه جميله. مش نقدر نقول حاجه اكتر من كده يعني. فتحياتنا لكل الشعب المغربي والف الف مبروك. وعلى فكره الحكايه اللي عملها المغرب هتبقى يعني مثلا لو مثلا في مستقبل مصر مثلا تلعب مع الارجنتين او اسبانيا طبعا هيضربوا لها حساب، هيقولوا شوف جرى المغرب ايه، جرى لنا مع المغرب ايه. يعني هم يعتبروا العرب كلهم الباور. على فكره لما تكون مثلا الفريق يلعب مع فريق عربي بيقولوا احنا هم حيخرجوا بيدخلوا بثقه في النفس كامله، بيقولوا احنا حنشيلهم. بس دلوقتي لا كده. اخر كلمه محمد عشان الف مبروك عليكم. اقوى منتخب افريقي ورابع عالم. عربي. مليون مبروك عليكم. وما فيش يعني ما فيش كده احسن من الختام ده. طبعا. وشكرا. واحنا لسه بنتفرج. ده ماتش دي الاعاده الماتش بتاع الارجنتين. الماتش يصير بس احنا لسه بنتفرج بنشوف يعني. قاعدين يعني بنهشش المشاكل. بنهشش. يلا مع السلامه. يلا سلام عليكم. يلا سلام عليكم. ومحمد انا هروح البيت. بنحبكم في الله وكل سنه وانتم طيبين. فين الكلب بتاعك؟ كل سنه وانتم طيبين. نفرح. تعالى يا نفرح. خد يا نفرح معاك. ما تستغل. هتيجي يعني هتيجي. ايوه. الكلب بتاع محمد بتشجع المغرب. بتشجع كمان المغرب. أيوة. هتقول لكم باي باي. دي مش عايزاني. يلا نفرح. بتشجع المغرب؟ عد يلا يا نفرح. يلا مع السلامة ونخليكم على خير. عايزين ننزل الصورة.